السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال. كما كتشوفوا اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد الحفل اللي دارتو ليا وفاء فاش مشيت عندها في العطله. كانت عندنا عطله ديال الهالوين، كانوا الوليدات باركين من المدرسه. المهم راني شاركت معكم فاش مشيت لعندها. من بعد وفاء دارت ليا واحد الحفله، حيت كان عيد ميلاد ديالي اصلا نهار 18 في شهر 10. والصراحه ما عمرني زعما احتفلت بيه هكا، كندير كيك نديرو، كان ما عمرني ما درت زعما هكا حفله وبركت ونشاط وضحكت. وفاء دارت لي واحد الحفله اللي الصراحه فرحاتني، الله يفرحها. وبغيت نشارك معاكم كل شيء داكشي اللي درنا بهذه المناسبه هذه. درنا الصراحه واحد الطبيله اللي كتشهي، يعني كتبقى تمنيتي تبقاي غير تشوفي في المنيظر ديالها. المهم درنا هنا اشياء زعما الصراحه زوينه وما خداتش لنا الوقت بزاف. مهم كانت الافكار ديال وفاء، انا غير المساعد ديالها. انا غير المساعد ديالها. المهم هنا نخليكم مع اول حاجه بدينا بها وهي المسمن. درنا الماكينه هنا، عجننا المسمن كما كتشوفوا. من بعد دزنا هنايا غادي نصاوبوا، درنا هاد لي كوب صغار غادي نصاوبوا بهم تشيز كيك. المهم هنايا بدينا خدينا هنايا البسكيت طحناه كما كتشوفوا، زادت عليه وفاء الفول السوداني ذوبت الزبده باش تجمع الخليط. والصراحه داك الفول السوداني عطى واحد النسمه زوينه، ما بقاتش كاع التيستور ديال لي بسكيت ما بقاتش باينه. وصافي وجمعت هكايا الخليط. اي من وفاء بقات كتزيد في الزبده حتى تجمع الخليط بهذا الشكل هذا. صافي هنا دابا كتعمر في هاد الكويغطات هادو اللي دارت في المول. وانتم عينكم ميزانكم على حسب العماره اللي بغيتو. وغادي تضغط على الحشوه باش تلصق في الكويغطات باش تشد. حاولوا غير بشويه باش ما يلصقش ليكم. عندنا 5 البيضات، عندنا 100 غرام سكر، 100 غرام دقيق بيض، عندنا 200 غرام تاع البندق وخماره والفاني. ديك الساعات الفاني على حساب الذوق. غادي نديرو كيف العاده البيض هو الاول مع السكر، وغادي نطربوه مزيان حتى يطلع. وغادي نزيدو المكونات، ما غاديش نديرو لا زيت لا حليب، لحقاش الجينواز هذه غادي تشرب من بعد، فغيخصها تكون ناشفه. هذا هو القوام اللي عطاو الخليط بهذا الشكل هذا. هنايا غادي تبدا تخوي هذا البندق اللي ما عرفتوش هو اللي كيكون مع الكاكاو اللي كنصاوبوا به النوتيلا، كيتحمر. هو هذا خصنا نديروها سبيشال كيك كنت هذه تاع سنه. الله يخليك وليداتك وفاء، الله يكبر بك انتي اختي. غادي نضيفوا الدقيق، غير الدقيق واخا عطيتكم انا الكيس تاع 100 غرام، غادي ديروه بشويه عليكم حتى تشوفوا القوام واش غادي يجي هو هذاك ولا لا. لحقاش بعض المرات كيكون الدقيق كيشرب دغيا، تيكون دقيق على حسب الدقيق اللي كيشرب كاين اللي لا. واش غنحتاج 100 ولا غنحتاج 50 غرام فقط. المهم على حسب الخليط كيفاش كيبان لكم. هنايا دهنا هاد لاطات هادو بالمول ديال اللي غنديرو فيه الجينواز. ها دهناهم هنا بشويه ديال الزبده شويه ديال الدقيق وسسناهم مزيان باش ما يبقاش باين فيهم الدقيق. وهنايا وفاء صافي هي خلطات. هنا خدا هاد القوام هذا صافي وغادي تضيفها هنايا، غادي نخلوها هنايا دابا في المول. بقاو معانا كما كتشوفوا. بعد ما وجدنا الخليط ديال الكوب كيك هذيك البسكيت دخلناه الفران. هنايا هذه حتى هي غادي ندخلوها الجينواز، هي غادي ندخلوها الفران. وغادي ندوزو دابا الحشوه ديال المسمن. خدينا هنايا خيزو، حكيناه، البصله، الربيع، الزيتون،
الزيتون الخضر هكايا قطعناه. ممكن ما كتشوفوا شويه ديال مطيشه ديال الحك. هنايا في العطريه كاينه شويه الكمون، شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم عارق، شويه ديال التحميره او آه، الفلفل الاحمر. خدينا هنايا الملحه، خدينا شويه زيت زيتون. صافي غادي نضيفوا ليهم هادشي في المقلاة، وغادي نبداو هكايا نحركوا بشويه بشويه باش طيب معنا الحشوه كما كتشوفوا هكايا. يعني نبقاو شويه باش تطفى لنا هكايا الحشوه. المهم ها هي هنايا طابت لينا الحشوه. عاد غادي نضيفوا الكفته او اللحم المفروم، وغادي نضيفوا هنايا التوابل، ونضيفوا هنايا شويه ديال الملح على حسب كل واحد وكيفاش بغى يملح الحشوه. صافي وغادي نستمروا هكايا في التحراك بشويه بشويه، تكون البوطه مهيله باش ما يتحرقش معنا الحشوه. صافي كنستمروا هكايا حتى طيب الحشوه. من بعد هنايا غادي ندوزو المسمن. هنا كشتي صافي المسمن هنا طرخه معانا. غادي نبداو هنايا نسرحوه هكايا. غادي نحاولوا نديروا غير مسمنات هكايا صغار. عرفتي الصراحه واحد الريحه عاطيه هاد الحشوه هذه غزاله والله العظيم البنات. زعما وفاء الله يعطيها الصحه. المهم هنا تعاوننا باش نعمروا دغيا هاد المسمنات. الصراحه عرفتي هادشي كاع اللي صايبنا هكايا انسان درناه هكايا بكل فرح وفرحانين، وهذا ما حسينا لا بتعب لا حتى شي حاجه، وداز كلشي زعما كاين داز كلشي بحال كنا كنضحكوا يعني. داز كلشي دغيا. اصلا تما العطله كاع ما حسينا بها، كاع اسبوع داز دغيا. مهم هنايا صافي كما كتشوفوا هنايا بديت كنتعاون انا ووفاء باش صافي نحيدو علينا المسمن. انتما كتشوفوا هنايا كنعمروا في المسمنات. جاو غزالين البنات الصراحه. درنا ليهم غير نص تطيبه، والغد ليه عاودنا سخناهم وصافي. هي فاش حطيناهم في الطبله كما كتشوفوا هنايا راه كنديروا ليهم، انا سبقت المراحل سمحوا لي. هنايا كنديروا لهم غير نص تطيبه. جاو غزالين البنات ما شهيتكم فيهم والله العظيم. هنايا ها هي طابت عندنا الجينواز. هنايا كتشوفوا سولت وفاء قلت لها علاش طابتي الجينواز، قالت لي باش نشوفها واش طابت. المهم هنايا لي كوب تما قد البسكيت طاب. كما كتشوفوا البنات هنا دزنا الطبقه الثانيه ديال الحشوه. الطبقه الثانيه ديال التشيز كيك. واللي بغى التفاصيل واللي بغى المكونات يدخل قناة سوما شانيل، راها حاطه فيها الطريقه ديال التحضير. المهم كما كتشوفوا هنايا راكم عارفين ان الطبقه الثانيه ديال التشيز كيك كتحتاج جبن، كتحتاج الكريمه، كتحتاج البيض، السكر، الفاني. المهم كما كتشوفوا هنايا هي ضافت المكونات كاملين. والصراحه جات واحد الطبقه غزاله ما فيهاش اصلا كاع ريحه البيض، جات زوينه. المهم هنا بقات وفاء كتطرب حتى تجانس لها الخليط، وضافت هنايا شويه ديال عصير الليمون باش يعطي واحد النكهه زوينه، وفعلا عطى نكهه زوينه. هنايا صافي كنضيفوا هنايا الخليط على الطبقه الثانيه ديال البسكيت اللي دخلنا الفران طابت. ومن بعد هنا زدنا هاد التوت الاحمر، عطاته هو واحد المنظر غزال. ومن بعد هنا وفاء داز صوب الكريمه ديال جينواز اللي هي ديال الحلوى ديال رئيسه رئيسه المائده. كما قلت لكم اللي بغى المكونات ديال هذا الشيء يدخل القناه سوما شانيل. انا ما عقلتش بزاف على المكونات يعني وكل حاجه يعني وشحال ضافت فيها، ما عقلش. انا كي قلت لكم كنت غير المساعده. هنايا طحنت درت هذا كاوكاو قليته وطحنته. هنايا صافي هي الجينواز بردات عندنا، قطعناها لجوج طبقات. درنا جوج وقطعنا يعني جوج في جوج. هنا درنا شويه ديال الحليب باش نسقيو الجينواز.
صافي. ومن بعد ضفنا الكريمه وهذاك الكاوكاو اللي طحناه بشويه ديال، درت كاوكاو وشويه ديال الكوك، عطى واحد النسمه غزاله. هنايا وفاء دوبات شوكولا، داك الشوكولات ديال نوتيلا دوباتو، وتا هو عطى واحد الصراحه ما غاديش نشهيكم في هذا الكيك العجيبه العجيبه العجيبه. جات غزاله وجات خفيفه وجات مسقيه، والكريمه ما جاتش حلوه، جات غزاله. هنايا البنات كما كتشوفوا صافي دخلات وفاء الكيك للثلاجه، باتت لي كامله في فريغو. من بعد هنايا نغدليه. هنايا وجدت باش دير الطبقه الثالثه، يعني اللي هو الغلاف ديال الكيك. خدات هنا الشوكولاط ذوباتو مع دوك الحبيبات ديال اللوز. وصافي من بعد صوبت هكايا كريمه باش تزوق هكايا شويه وتقادها. وصافي. هنايا خدات عندنا هنايا واحد لي بات كيصاوبوا بها الحلويات. المهم هنايا خدات الجبن ديال الماكله، دارت مع شويه الزعتر، شويه زيت زيتون، شويه ديال هكايا بزار، شويه ديال السودانيه هكايا فلفله سودانيه، وخلطتهم. دارت الخليط هنايا كما كتشوفوا هنا دارت هكايا بصبعها، جمعت العجين وصافي. ومن بعد غادي دير عليه هكا صفرت البيض وخدمته بالفابو هكايا من الفوق. صافي من بعد طاب، يعني طاب كل شيء، قدينا كل شيء كما كتشوفوا. ها هي الطبيله قاديناها. جات من شغل يديكم، تبارك الله عليك من هذا المنبر وفاء، والله يخليك وليداتك. مهم البنات اي حاجه لقيتوها ناقصه عندي في الفيديو، يعني هكا في المكونات، دخلوا كما قلت لكم عند سوما شانيل، راه عطات يعني بالتدقيق كل حاجه، وعطات يعني المكونات ديالها كما كتشوفوا. هنايا ما شهيتكم في الطبيلق تبارك الله. كنا مهم حنا انا ووفاء والصديقه ديالها جزائريه، بركنا درنا واحد البركه غزاله ما نقولش لكم. فرحنا نشطنا الصراحه. علاش يقولوا بروفيتيو ملي كيكون واحد الوقت اللي زوين، وواحد البركه اللي كتكون ايجابيه وكتعطيك واحد القوه، ومع ناس ايجابيين ومع ناس كيعطوك القوه. الصراحه كتحسي بالحياه ديالك بحال كتحياي من جديد، بحال كتحياي من جديد الصراحه. نصيحه مني، الانسان اللي يتعرف على ناس كيعطوه طاقه ايجابيه، على ناس كيعطوه يعني كيحفزوه، كيزيدوا به القدام، كيوروه شحال من حاجه زوينه في الحياه. وهنايا جات داك اللي بغيت نوريكم هو ان وفاء جابت لي هاد الكادو هي وخويا حسن، الله يكثر خيرهم. كانت وفاء جابها لي حسن في راس العام وكانت عجباتني. والصراحه فاش جبدتها ليا وفاء قالت لي راه خدينا لك الكادو ديالك ديال عيد الميلاد ديالك انا وحسن. ما كنتش متخيل انهم مثلا غياخذوا لي هاد المكانه هذه، وفرحت الصراحه، فرحت بزاف بزاف بزاف. حتىش قليل وقليل انا الصراحه تعاملت مع الناس اللي دازوا في الحياه ديالي ما عمرهم ما كبروش بيا بحال هكا بهذه الطريقه هذه. ان ماشي حنايا كنهضروا على الطمع، ولكن الصراحه ملي الانسان كيكبر بيك وكياخذ لك ولو كتسمى لو جيست كي كونت، كتحسي الصراحه بواحد الفرحه في الذات ديالك، كتحسي بزاف ديال الحوايج. وانا هنايا خديت هذيك السلسله اللي شفتو دابا في الفيديو، خديتها خرجت انا ووفاء وداكشي وشريتها لراسي، فرحت بها، فيها حرف اس. هنايا الصديقه ديالنا اللي هي صديقه ديال وفاء، جزائريه، شكرا من هذا المنبر هذا، خدت لي هذا الصاك وهذوك التوشيات اللي مع الصاك من ستارا دي فاريوس. عجبني الصراحه، يعني كيبان هكايا زوين، تلبس هكايا كلاس سبور. عجبني الصراحه، حاجه قليله كثيره مهم انسان كيفرحك الانسان. السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو هذا يعجبكم، حيتاش بصح انايا هذا الفيديو هذا مشتاقه غير يمتن نحطه لكم. درت لي وفاء واحد سوربريز اللي كنت الصراحه اول مره في حياتي غادي نحتفل بالعيد ميلاد ديالي. فلهذا انا العيد ميلاد ديالي كان الاسبوع اللي فات، ولكن مسكينه قالت لي والو بغيت ندير لك حفله هكايا صغيره مع الصديقات ديالنا. والمهم مسكينه دارت كل ما في جهدها ووجدت لي داكشي اللي غنشارك معكم في الفيديو. وانا فرحانه بزاف بزاف بزاف، اول مره يعني في الحياه ديالي انني ندير واحد الحفله هكايا
ونفرح حتى انايا. ونتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وكنشكر وفاء بزاف بزاف بزاف، والله يحفظ لها وليداتها ويخلي ليها راجلها وكل ما عز عليها. ونتمنى حتى نتوما تستمتعوا بهذا الفيديو اللي غادي نحط لكم، ونتلاقاو في التتمه ديال الفيديو. السلام عليكم.